مولتو بالبيستاشيو. ازيكم يا شباب؟ النهارده معاكم مولتو فيديو جديد، ورجعنا لكم بفيديو جديد بعد غياب 18 ولا 19 يوم. بس رجعت لكم تاني، وكل اسبوع في 3 فيديوهات. تمام؟ بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه عشان تشوف كل جديد. وبعد ما نخلص الفيديو اقول لي رايك في الكومنتات، الفيديو هيعجبك انا متاكد من ده. بس يعني عشان ما اطولش عليكم، فيديو النهارده كوميدي لذيذ. هنتكلم عن البيستاشيو اللي زهقني في عيشتي. انا كل ما اقلب على التيك توك الاقي واحد اوه باب بالبيستاشيو، اوف سرير بالبيستاشيو، يا لهوي. يعني التيك توك كله بقى عباره عن ايه؟ بيستاشيو. لدرجه ان شركه تيك توك نفسها ممكن تغير اللوجو تعمله اخضر كمان. اي حد على التيك توك لابس اخضر، يا لهوي انسان بالبيستاشيو ده جه امتى؟ يعني ربنا يدينا نص الشهره بتاعت البيستاشيو دي، انا عايز ربعها حتى. البيستاشيو بقى ترند في كل مكان. اللي ما عرفش ايه البيستاشيو ده، يعتبر الصوص بتاع الفستق، مش يعتبر هو الصوص بتاع الفستق. وانا عايزك يعني تعرف ان اي حاجه خضراء تشوفها قدامك وانت ماشي تبقى بيستاشيو، زي الفوقيه دي. وطبعا زي ما انا معودكم في الفيديوهات زي دي اللي هي بتبقى معلومات، هتسمع حاجات اول مره تعرفها عن الحاجه. يعني النهارده انا هقول لك معلومات عن البيستاشيو انت ممكن مش عارف ان هي موجوده اصلا. يعني تبقى داخل محل تشتري فستق، تمام عادي جدا، فستق ما فيهاش اي حاجه، تلاقي الكيلو ب 850 جنيه. طب ليه؟ ايه اللي خلاه غالي كده؟ هقول لك تعال. طب تسال ليه الفستق غالي؟ يقول لك ده بيتعمل من صوص البيستاشيو. انت تعرفش ان البيستاشيو ترند ولا ايه؟ طب ايه هو يا عم صوص البيستاشيو؟ هقول ده صوص بس مش عادي خالص، لا خالص. صوص كده حاجه ايه؟ بلبن عملها لك، هبت منه ترند غلط فعمل الهبه اهو. كل شويه يعمل لك حاجه بافتكاسات باسم، اي حاجه تيجي في دماغه يعملها لك باسم. هو ده بالظبط اللي بقى التيك توك عباره عنه. شويه هوبا تيتو مامبو، وشويه بيستاشيو، وشويه حاجات غريبه بس المشكله مش في بلبن مثلا ولا في كل دول، الفكره كلها في بتوع التيك توك. يعني اي حاجه خضراء يشوفوها يقول لك بيستاشيو 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 بيستاشيو. صدعتون. يعني انا كنت شايف واحد منزل فيديو كامل يجي حاطط 30 صوره، كل صوره مثلا تلاجه خضراء، تلاجه بالبيستاشيو، باب اخضر، باب بالبيستاشيو. بس كفايه صداع. لا وما تخلصش، يعني انت كل 5 دقايق تلاقي فيديو تاني بالبيستاشيو. يعني هو حاجه بسيطه، انا ممكن اروح اجيب لك لون اخضر واجيب اي صوص واحطهم على بعض بس بيستاشيو. بس لدرجه بقى ان انت لما تشوف الفيديوهات دي انت هتتعدي منهم. لدرجه ان انا بقى اصلا بشوف اي حاجه خضراء كرسي بالبيستاشيو. هو ده اللي انا بعمله فعلا، وانا مش لابس الفيديو ده اخضر بالصدفه، لا انا عشان ايه؟ بيستاشيو كده. من كتر ما البيستاشيو ده غالي وترند، انا بقيت بلاقي ايس كريم بالبيستاشيو بصراحه طعمه جامد. انصح بيه بنسبه 100%. ممكن تلاقي كرواسون بالبيستاشيو. طب خلينا نعتبر ان البيستاشيو ده موجود من ايام الفراعنه، تمام؟ يعني ولو كان اي حد يجي ياكله زمان كان لازم يكون ملك، او مثلا بيستخدمه في حاجه معينه اللي هو مش اي حد ينفع ياخده. يعني مثلا تدهن جسمك بالبيستاشيو لمده اسبوع هتلاقي نفسك بقيت خارج، هتتحول للابيض الاخضر على طول. وبس اهم حاجه ما تقعدش تحت الشمس عشان وشك ما يتحرقش. ممكن يبقى صوص الفستق غالي بسبب كده، دي نظريه من عندي، يعني انا كده ايه. واهم حاجه لما تستخدم صوص البيستاشيو ما تقعدش تحت الشمس خالص عشان وشك ما يتحرقش وتيجي تعيط. او شجره الفستق بتحب تتزرع في اماكن معينه عشان ايه؟ كده غالي. يعني كده تحس ان الشجره بتتامر عليك، لان البيستاشيو حاجه رقيقه كده، حساس. مش هينفع تجيب جرار وتهز الشجره يوقع لك الفستق. لا لازم ايه؟ تجيب ناس متخصصه، ناس حنينه. يلا يا بابا انزل من على الشجر، انزل يا حبيبي، ده بالظبط. يلا يا عسل انزل عشان ما اطلعش اجيبك من فوق، عشان ما تتوهش مني. بس اللي بيتزرع الفستق مش صوص البيستاشيو. طب ما اكيد كلكم عارفين كده غلط. وبس بعد كده الفستق بيتقشر ويتكيس ويتغسل، وبيعملوا له بقى استشوار ويحطوا له كريم ويظبطوا له الدنيا، عشان كده بيبقى غالي. واو. وكل ده بيكلف فلوس، وقت، مجهود، كل حاجه حلوه خالص تتخيلها في دماغك. واو. فمش بعد كل ده هيجي يقول لك خد الكيس ب 10 جنيه؟ استحاله. يعني يجيب لك كيس صغير يقول لك ب 40 جنيه تلاقي فيه 6 حبات بس، اعمل بيهم ايه يا عم؟ خلوهم. واو. او يقول لك مثلا في الكيس فيه ايه؟ 12 حبه، تلاقي نصهم فستق ونصهم قشر. طب انت عارف ان الفستق مش بيتزرع زي الفول؟ واه ازاي؟ يعني الانتاج السنوي للفستق بيبقى قليل جدا، لان بيتزرع في دول معينه. عندك الدول اللي بتزرع الفستق زي امريكا، تركيا، ايران. وامريكا وايران دايما في مشاكل سياسيه، فعشان كده انت هتلاقي الفستق بيبقى سعره غالي. يعني انت لو فاكر ان الفستق ده بس احنا اللي بنحبه هنا، لا، ده في اليابان بيعملوه صوص. يعني مش بلبن بس اول واحد افتكس الحوار ده، قفشتكم. وفي اوروبا بيحطوه في الايس كريم. لما عملوا الشركات بتغلفه بيحطوا عليه اسم فانسي بريميوم اورجانيك روستد بيستاشيو. واو. ويحطوا لك سعر يكسر قلبك.
كل ده ليه؟ عشان الكلمتين بس اللي كتبهم لك اللي بيضحك على عقلك بيهم. يا سلام. طب تعالى كده اقول لك ايه الفرق بين البيستاشيو والذهب. هقول لك، الذهب معدن نادر، يا سلام، والبيستاشيو صوص بيتاكل مش اكتر، ملوش لازمه. روح اشتري لك ربع ذهب وربع بيستاشيو واستنى شوف انهي هيغلى وبيعه. اعتبر البيستاشيو دخل المدرسه. البيستاشيو هيقول لك انا مش هلعب مع اللب عشان ده مش ابن ناس، يعني الفستق ده ابن ناس، هوب اللب ده مش ابن ناس، يلا شوف انت رايح فين. هو ده تحسه فعلا ابن ناس كده، البيستاشيو فستق اي حاجه سميه زي ما تسميها، انا اسميه البيستاشيو اصلا. ده غير ان البيستاشيو اتشهر وهو ما يعرفش، يعني البيستاشيو بقى نجم التيك توك. انت في اكونتات كتير عامله اسامي باسم البيستاشيو ده، جايبه فولورز مش طبيعيه. وبصراحه البيستاشيو من حقه يتنك على الناس لو دخل مدرسه، يعني انت عشان ما تقوليش بقى البيستاشيو هيتنك ازاي وبيتكلم ازاي تعملي فيها، اقصد طب دخل مدرسه، ما احنا لسه بنتكلم. يعني من الاخر الخلاصه، البيستاشيو غالي لانه صعب في الزراعه، نادر في الانتاج، مطلوب جدا. فده حاجة طبيعية جدا ان هو يبقى غالي بطريقة مش طبيعية، وفي سياسة ودلع وتعب وراحة ورقص ولعب. واو. السؤال الأهم، هل البيستاشيو ممكن يستاهل سعره ده؟ احنا بنتكلم عن الفستق بس من دلعه البيستاشيو، عشان الفستق يعني يستاهل سعره ولا لا؟ سايب لك انت الرأي ده في الكومنتات. واو. وبس بكده كنا وصلنا على الفيديو النهارده. متنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس واعمل لايك واكتب لي كومنت برايك. واو. والفيديو اللي فات هيعجبك، طب واللي قبله هيعجبك، واللي قبله هيعجبك، واللي قبله هيعجبك. الخلاصه شوف كل الفيديوهات. واو. وبس، واستنوا فيديو جديد كمان يومين. وبس عشان ما اطولش عليكم، وما تنساش ان الفيديو ده كان بالبيستاشيو.